السلام عليكم. قصة قصيرة وكتير حلوة حبيت شارككم فيها. كان على عهد الخلافة في مسلم جاره يهودي. فبيوم وهذا اليهودي كتير منيح، إنسان كتير طيب. فقال له هذا المسلم، قال له يا أخي إنه أنت شو اللي بيمنعك عن الإسلام؟ قال له والله ما بيمنعني عن الإسلام غير أني أنا زلمة بحب المشروب. فطلع هيك في المسلم قال له طيب أسلم واشرب. قام قال له اليهودي بس أنا بعرف إنه المشروب بالإسلام حرام. قال له لا انا عم اقول لك اسلم واشرب. راح هذا الزلمه سال، فتل ورد رجع عنده قال له يا اخي انا سالت كل العالم وكل العالم قالت لي انه المشروب بالاسلام حرام. قال له انا صار لك قديش بتعرفني من زمان وانا بعمري ما ضريتك، اسلم واشرب على كفالتي. قال له طيب ماشي. راح هذا الزلمه فكر ورد رجع لعنده قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. قال له هلا انت دخلت الاسلام. قال له ايه؟ قال له اذا شربت نفذنا فيك حكم شارب الخمر، وإذا ارتديت عن الإسلام قتلناك. فهذا الزلمة عاش حياته مسلم وضل ثابت على دين الإسلام وما عاد شرب، ما عاد حط المشروب بحياته تاني مرة. إذا حبيتوا هذا النوع من الفيديوهات حطونا لايك لنعرف ننزل غير قصص. السلام عليكم.